الحمد لله الذي شرفنا بهذه البلدة المباركة المعروفة بولائها للحسين عليه السلام، والمجالس الحسينية والشعراء والرواديد. وقبل كل شيء، من باب من لم يشكر المخلوق، أحب أن أحيي الطلبة الذين قاموا بتهيئة هذا الموكب وهذا المكان. لمن لا يعلم، هذا المكان تقريبا شهران والإخوة يعملون ليلا ونهارا في تهيئة هذا المكان. أنا أحب أن يكون هذا درس، لست فيه، لم يوصيني أحد بهذا الكلام، ولكن أحب أن يكون درسا لكل الطلبة في كل المحافظات، في الأقضية، بل في كل البلدان. لما تكون الهمة عالية، الطلاب أعني أساتذة الجامعات غير الجامعات، طلبة المدارس، عندما تجتمع هممهم تصبح هذه النتيجة. رأيت صورة لهذا المكان قبل المجلس، واقعا همة عالية، وهذا الأمر بعين الله عز وجل وعين وليه. وأني أنا لست في مقام بيان الخطبة الرسمية، أنا أقول من أفضل طرق حفظ المكاسب، بل كسب المكاسب، الكسب قبل الحفظ، من أفضل الطرق للتقرب إلى الله عز وجل السكينة الباطنية، السعادة الدنيوية، السعادة الأخروية، الأخلاق، ما شئت فعبر. من أفضل الطرق إلى الله عز وجل إقامة ذكر أهل البيت، وعلى الخصوص ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، من باب اللطيفة أقول هو المجلس، رأيت التقيت يعني في فترة قصيرة صاحب تفسير الميزان لقاء أعني، وقيل لي أنه سمع شاعرا يرثي الإمام الحسين عليه السلام، أحدهم قرأ شعرا، انقلب السيد وأخذ يبكي كثيرا، يبكي كثيرا، وقال أنا مستعد أعطيه ثواب تفسير الميزان ويعطيني هذين البيتين وهذا البيت. قلنا له سيدنا الشاعر قال كلام، قال نعم، يوم القيامة الحسين عليه السلام لا يتركه، هذا الشاعر لا يترك. على كل حال، العمل الحسيني شعرا، نثرا، لطما، بكاء، خدمة، إطعاما، كل شيء متعلق لسيد الشهداء، هذا الأمر بعين الله عظيم. أولا، بين نبدأ الحديث، الحسين لم يعلم من هو، رواية لابد سمعتم الحسين، هذه رواية قل ما تنقل. نحن نحفظ مصباح الهدى، سفينة النجاة، هذه الرواية قل ما يركز عليها. الحسين في السماوات أكبر منه في الأرض، في السماوات الحسين أكبر منه في الأرض. في الأرض إمام ظلم، قتل، كذا إلى آخره، جرت عليه المحن، ولكن في العرش في السماوات الحسين عليه السلام له مقام لا يدرك. هذا الشاعر له كلمة جميلة اتفاقا: لماذا ترك ثلاثا بلا غسل ولا كفن؟ لا نعلم، نحن لا نعلم ما هي الحكمة. الإمام أخر الدفن، عادة الميت يعجل في دفنه، لماذا هذا التأخير؟ كله رباني، كل هذه حركات مرسومة في العرش، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق 7 شداد. توجيه شاعر يقول، ولكن لا أستبعد كأن الملائكة طلبت من الله عز وجل فرصة لزيارة جسد الحسين عليه السلام، والبعض من الملائكة يبدو لم يرجع إلى العرش. أين هم؟ تعرفون الرواية المعروفة: هناك ملائكة شعث غبر عند قبر الحسين عليه السلام، يبكون عليه في كل آن، يبكون عليه.
أنا رأيت رواية لعل في البحار أن الملائكة من شدة البكاء لا يكلمهم أحد، حتى الملائكة لا يكلمون الملائكة الشعث الغبر. ولهذا نقول في الزيارة: السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بقبر الحسين. الآن ملائكة ثابتة متغيرة لا أدري. نعم في الرواية هناك ساعة من النهار، الآن وقت الزوال متى لا أدري، تهدأ قليلا، باقي الملائكة تحدثهم في اللحظات. هذه لمحات، طبعا لمحات سريعة من مقام الإمام في ذلك العالم، في عالم العرش. ولهذا على كل الإمام ما ترك شيئا لنفسه، ما ترك شيئا لنفسه. إبراهيم الخليل يجعل ذريته في واد غير ذي زرع، نعم، عينه عليهم لئلا يصابون بأذى، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ليأكلوا إلى آخره. إبراهيم يفكر في ذريته، يبقيهم في واد غير ذي زرع. ماء زمزم إلى يومنا هذا أنبعه الله لإسماعيل، كان عطشانا، ولكن الحسين يؤمر ليأخذ أهله وعياله إلى أرض كربلاء. واقعا هذه الحركة لا تفهم إلا من خلال التعبد. إنسان يأخذ معه أهله وعياله طفله إلى آخره، حركة استثنائية في تاريخ البشرية، ولهذا عطاؤه استثنائي أيضا. كل هذا للتحفيز. إن شاء الله كلكم في هذا الطريق وأجركم على الله ورسوله. يوم كنا عند الإمام عليه السلام رأينا جموع النساء، تعرفون اليوم يوم الدفن، واقعا منظر مهيب ويحرق الفؤاد. قطعا إمام زماننا هذا اليوم كان يشهد هذه الحالة، وإن شاء الله يدعو لكم. نعم ما صنعتم، بدأتم الموسم بهذه الليلة المنتسبة إليه صلوات الله عليه. أما حديثنا لهذه الليلة، نحب الحديث عن المنبر الحسيني. قلنا في محاضرة في العشرة الأولى الإمام قال: خرجت لطلب الإصلاح، ما قال الثورة، ما قال لإهلاك يزيد، شأن الإمام أجل، يعني خرج وقدم الأهل والعيال ليهلك، ليزيل حكم بني أمية. ليس هذا بأمر عظيم جدا، لطلب الإصلاح في أمة جدي. إذن شعار عاشوراء، شعار الحسين هو الإصلاح. الآن الإصلاح الاجتماعي، إزالة الحاكم الظالم، الثورة على الحسين، ذلك الذي ينقل عنه: تعلمت من الحسين كيف أكون منتصرا إلى آخره. الحسين قدوة الثوار، جيد، ولكن ليس هذا هو آخر المطاف. الإمام قدوة المصلحين، ومنه الثورة، منه إزالة حكم الطواغيت، منه إزالة الجور. ولكن الذي يجمع كل أهداف سيد الشهداء الإصلاح في أمة جدي. حتى ما قال في شيعة أبي أمير المؤمنين، كان بالإمكان أن يقول في شيعتي، في أمة جدي. ويعلم الله طوال التاريخ كم من الناس دخلوا في خط أهل البيت من وراء ثورة الحسين عليه السلام. سمعت قبل فترة الفاتيكان، أحد الجهات المسيحية، أجرت دراسة: ما أكثر الأديان انتشارا على وجه الأرض؟ البوذية مثلا تنتشر، أو اليهودية، أو ماذا؟ رأوا الإسلام، فتشوا من مذاهب الإسلام أي مذهب
أكثر انتشارا هذا التحول كما يقال رأوا في مذهب أهل البيت. نسمع هنا وهناك عالم مفكر فيلسوف يعني أقر بأنه صراط علي حق نمسكه، ثم بحثوا عن السبب. لماذا؟ ما هو السبب؟ أنتم تعرفون الأعداء يبحثون عن الجذور، عن الأسباب، وقالوا أن السبب في هذا المد العظيم لخط أهل البيت في ضمن الإسلام هو ثورة الحسين عليه السلام. انظروا إلى يوم الأربعين، من شرق الأرض وغربها، من القارات الخمس يأتون يمشون، ولكن هذا المشي الظاهري بعده هجرة إلى الله عز وجل. قلت للإخوان لا تقولوا مشاي، هذا مشي أي مشي، هذه هجرة، ظاهره مشي باطنه هجرة. يرجع إلى بلده يشتاق للزيارة في العام القابل. الذي يدفعه لهذه الزيارة هذا المعنى. نريد أن نطلب الإصلاح. طلب الإصلاح نريد أن نأخذ الليلة بفضل الله عز وجل بعض الدروس التربوية العملية. الثائرون يأخذون جهة الثورة، القيام، وأنتم تعرفون هذا المكان، هذه المدينة وغيرها كم قدموا من الأضاحي، تضحيات، الإعدامات إلى آخره. أخذوا هذا الجانب من الحسين عليه السلام. نحن الآن في أمن وأمان، يعرفوا قدر هذه النعمة. البعض كان في السراديب في الليلة المظلمة يعقدون مجلسا مصغرا ولا يسلم من عمل الظالمين. أنتم بحمد الله طلاب هذه المدينة عقدوا هذا المجلس. هذه نعمة لا تشكر عليها. هذه من أين جاءت؟ واقعا من توفيق إلهي عظيم. المهم الدروس العملية. أول درس إخواني، لا أقول أول درس ليس من باب الأهم فالأهم، يعني من الدروس إن شاء الله. هذه الدروس اجعلوها في بالكم إلى آخر العمر. أولا درس البلاء للولاء. البلاء للولاء. المؤمن ككفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. في العشرة الأولى كنا في مجلس كهذا المجلس، قلنا من ليست له مشكلة، مرتاح، جيبه فيه مال، صحته جيدة، له زوجة، له أطفال، أمن أمان، فليرفع يده. لم يرفع أحد يده. كل واحد منكم يدرس نفسه، يعمل مسح ضوئي، له مشكلة ما مع نفسه، في بدنه، في أهله، مع والديه، حتى مع جاره، مع رب العمل، مع الزوجة إلى آخره. حول البلية إلى فرصة، إلى غنيمة. حول البلية إلى غنيمة. أصحاب الحسين عليه السلام، لماذا هذا التميز؟ لماذا الشفاء في تربته؟ الإمام المجتبى أيضا إمام، وتعرفون يكفي الإمام المجتبى عظمة. عندما كان يصلي الحسين يصلي خلفه، العباس يصلي خلفه، إمام زمانه، يعني الإمام الحسن كان إمام الحسين في زمانه، كما أن عليا كان إمام الحسنين في زمانه. ولكن الشفاء في تربة الحسين، الإجابة تحت قبته، الأئمة من ذريته. لماذا؟ لأنه عوض من قتله، وليست قتل أبوه علي قتل، ضرب بالسيف 3 أيام واستشهد، لا سبي لا كذا لا رفع الرؤوس إلى آخره. القتل التي قتل فيها الحسين لا نظير له طوال التاريخ.
نعم يحيى النبي، هذا يحيى أيضا عجيب، لم نجعل له من قبل سميا. رب العالمين أبرز قيمة يحيى أنه لا نظير له في التسمية. يقولون كان زكريا عندما كان يريد أن يعظ يقول لا يكون يحيى في البين أخاف عليه. كان نبيا عظيما، أشبه الناس من الأنبياء بالحسين يحيى. يحيى أيضا قطع رأسه، نبي عظيم قطع رأسه. يقال أهدي إلى بغية من بغايا بني إسرائيل، طلبت من ذلك السلطان الجائر رأس يحيى، ولهذا يحيى صار له موقع متميز. وبعض الأديان الآن تتخذ من يحيى نبيا لهم، نبيهم. الشاهد إخواني، من يريد المقامات العليا فليستعد لأنواع البلاء. أبشركم الذي يقع عليه البلاء له 3 حالات. قلنا نريد الإصلاح والتربية. الأمر الأول هو الصبر، صبر العوام، عوام الناس. تذهب إلى فقدت في حادث كذا من أولادها، هذه الأيام حوادث التفجيرات كثيرة، ترى الأم هادئة مطمئنة تقول أصبر، لو لم أصبر ماذا أصنع؟ هذا صبر جيد، ولكن صبر لا صبر جميل، نريد الصبر الجميل. بعد الصبر التسليم. التسليم بتعبير أحدهم كن أمام البلاء كالميت بين يدي الغسال. كالميت، الميت عندما يغسل الغسال يغسل الميت يصل إلى جرح إلى كذا، نعم لا يعترض عليه لسان حال الميت افعل ما تريد، ولكن تذهب إلى مدلك خطأ تصل يده إلى دملة يضربك يقول ألمتني أزعجتني، ليس مسلم، الميت مسلم بين يدي الغسال. هذا التسليم. بعد التسليم ماذا؟ الرضا بما قدر الله عز وجل. هذا المقام الذي أشارت إليه مولاتنا زينب، ما رأيت إلا جميلا. قتل الحسين جميل، نعم جميل. في السجدة بعد زيارة عاشوراء ماذا نقول؟ إلهي لك الحمد، حمد الشاكرين على مصابهم. المصيبة بحاجة إلى شكر، المصيبة بحاجة إلى صبر. يعني لولا الحسين ما اجتمعنا الليلة، لولا الحسين لما اجتمعت، لما دعي تحت القبة إلى آخره، لولا الحسين لولا الحسين. إذن الرضا بما قدر الله عز وجل لك، هذا الدرس في هذا المقام. وثق أخي الكريم أن إذا وصلت إلى، أنا قلت للبعض وقع في شدة عظيمة، من باب الجد أو المزاح تطيب الخاطر أي شيء، قلت له إن لك عند الله منزلة لا تنالها إلا بهذا المرض، بهذه الأزمة، بهذه المصيبة. الحسين عليه السلام أيضا لك عند الله منزلة لا تنالها إلا بالشهادة. زينب لها منزلة عند الله لا تنالها إلا بالسبي. نعم. فإذا الدرس البلاء للولاء هذا درس، طبعا لو أنت الآن درس الليلة استوعبته يعني تصبح كالمدرعة كالمصفحة، أي رصاصة تؤذيك. أنواع البلاء مرض، وخاصة ما يتعلق بكلام الغير. البعض يقول أنا مبتلى بالتهم، بالتحريض، بالتسقيط، هذا أهون البلاء. أحد مراجعنا الماضين رحمه الله متأخرين قيل له الناس تتكلم عليك، نعم حتى المرجع لا يسلم من الكلام، قال يتكلمون علي، هذا الكلام لا قيمة له، هذا هواء في الهواء.
ولكن إياهم أن يضربوني، الضرب يوجع، هذا حقيقي، وإلا الكلام وزنه. موسى عليه السلام اشتكى إلى الله من كلام الناس، لعل مضمون الرواية قال: ذاك ما جعلته لنفسي. الناس تكفر، تلحد، تتكلم كلام كفري. بعض الناس النساء في المقبرة تقول: يا رب لما فعلت هكذا، لما أخذت روح ولدي، يتكلم على الله عز وجل. إذن أهون البلاء كلام الناس. 50% من مشاكلك انحلت. الأمراض أظن تعالج نفسك، بقي ماذا؟ الزوجة مؤذية مشاكسة، تحملها لوجه الله عز وجل طبعا، والعكس أيضا. أبوك يؤذيك، تحمل، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني أكو أب بهذا السوء، أب كافر ملحد، نعم، ويدعوك للإلحاد، نعم، إن جاهداك يعني يدعوك إلى الإلحاد بمجاهدة، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. خذ بيده، خذه للطبيب، أعطه مالا. وأبي مسلم مؤمن موالي بكاء مقيم العزاء أهانك بكلمة، منعك مالا، هذاك في موقف، هذا أسوأ. أو ذلك الأب الكافر، نعم، بعض الأبناء يشتكون على الأب: أعطى لأخي مالا ولم يعطني مالا. هذا يوجب أن تتطاول عليه. قال لي كلمة نابية، أهان زوجتي، أهان ولدي. المهم هذا المقام الصبر. هذا درس من الدروس. أطلنا قليلا في هذه النقطة حتى تستذوق البلاء، تستذوق البلاء. أحد الأولياء قال لي: أنا مدة ما ابتليت ببلاء معين. أقول: يا رب أين البلاء؟ أنا مشتاق. أيام البلاء عندي إقبال، عندي روحانية، عندي جهد. الآن أرى قلبي يعني قاسي، ماكو بلاء، كل شيء على ما يرام. ملعون كل بدن لا يزكى كل 40 يوما. شنو مو ملعون بمعنى البدن الذي لا يمرض، بقى عليك شهرين، لا صداع، لا وجع، لا حمى، لا زكام، لا أي شيء، هذا البدن مشكوك فيه. قل يا رب لا بلاء بدني لا مالي، كل شيء على ما يرام. هذا يخيف، هذا يخيف. إذن لعل إمهال استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سأملي لهم إن كيدي متين. هذا درس من الدروس، هذا درس مهم إخواني. الحسين ذهب للحج من كربلاء، ذهب للحج، ولكن القوم منعوه من إكمال حجته، زحزحوه، هددوه. ولهذا الشاعر يقول: وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم، لم يدر أين ينيخ بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. ما الدرس؟ الإمام عبد الوظيفة، ما قال أريد أن أكمل الحج كيفما صار، جئت من المدينة إلى مكة هكذا لابد أن أكمل. لا، كن عبدا لله عز وجل. هنا إخواني أحب أن لا أقول أعلمكم، أذكر الفرق بين العبادة والتعبد. لا تكن عابدا، العابد ليس بمطلوب، كن متعبدا. مثال العابد والمتعبد: يدعوك أحدكم للعمرة أو أنت تنوي العمرة قبل الذهاب، الآن 10 15 ورقة لا أدري، أخوك المؤمن يطلب منك مالا ضروريا، لا لأمر كمالي، علاج، تزويج،
تقول لا أنا نويت العمرة، لا تعطيه. كن متعبدا، وظيفتك أن تعطيه هذا المال، تذهب للطواف وتطوف وتسعى، هذه عبادة. انظر ما الوظيفة. حتى أيام الأربعين قلبك يزيغ، من الآن مستعد للأربعين. أمك المريضة تقول ولدي كن عندي، أنا قلبي مكسور، أريد من يرعاني. إذا كنت متعبدا تقول يا أبا عبد الله السنة لا آتي إليك، وظيفتي تعبدي أن أكون عند أمي. أما لا أمي 40 مشاية قلبي لا يطاوعني، أنت عابد، أنت عابد لا متعبد. درس مهم في كل موقف، انظر إلى ما يرضي الله عز وجل. لا تجعل لنفسك خطا برنامجا تصر عليه، بلغ ما بلغ، هذا الأمر مهم جدا. أحد الأولياء الصالحين، أعرف وليين أعرفهما كلاهما، أحد الوليين قال لي في ليلة من الليالي أصبت باكتئاب. اكتئاب، الإنسان يبتلى بالاكتئاب، عالم غير عالم يتفق. يقول هذا الولي زارني تلك الليلة، ولعل إلى الصباح وهو يتكلم ويمزح، يريد أن يخرج الكآبة من قلبي، ولعل تلك الليلة ما صلى صلاة الليل، وظيفته الليلة يرفع هما عن أخيه أن يصلي ركعات. من المستفيد؟ هو المستفيد. ابحث عما يقربك إلى الله عز وجل. ولهذا في القرآن الكريم يقول وأوحينا، ضعوا خطا تحت هذه الآية، أصحاب المواكب أصحاب المشاريع، وأوحينا إليهم فعل الخيرات. الخير الذي رب العالمين يلهمك، لا أنت تختاره. وأن أعمل صالحا، ماذا أرضاه أو لا؟ أعمل صالحا ترضاه. يا رب أريد عملا صالحا مرضيا عندك، لا أنا اخترعته في ذهني رسمته على ورقة، عمل عبادي خدمة، ولكن يوافق مزاجي، دع المزاج. هذا أيضا درس التعبد وفرقه عن العبادة. حتى في الفقه مذكور، هو تعلم في بعض الحالات يجب عليك ترك الصلاة، يجب. إن صليت أنت مأثوم. يعقل؟ نعم. واذكر رسالة العملية، إنسان غريق سيموت في النهر في الحوض، تقول لا وقت الصلاة بقي من المغرب من الظهرين 5 دقائق، إذا ما صليت أنا تارك الصلاة. اترك الصلاة، انقذ الغريق سيموت. أليس هذا هو الحكم؟ هذه عينة. العبادة لا عبادة أعظم من الصلاة، ولكن إذا تزاحم مع إنقاذ الغريق اترك الصلاة. إذن القضية هكذا، الإنسان المؤمن عينه على الوظيفة. والحسين عليه السلام فتته نفوسنا عندما أحس بغضب يزيد، بتهديد يزيد، أليس كان له كعبادة يجلس في مدينة الرسول في الروضة بجوار أهله عياله، ويزور البقيع ويتعبد، ما له والخروج على يزيد. هكذا الإمام فكر في العبادة أم فكر في التعبد في العبودية؟ هذا أيضا درس من الدروس العملية، من الدروس العملية في هذا المجال. حتى نكمل الحديث، غيروا جو المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. هذه صلاة لا تناسب هذا الشباب المؤمن، بأعلى أصواتكم. الدرس العملي، قلنا دروس شبابية عملية.
لسنا في مقام سرد التاريخ وإلى آخره، وإن كان جيد. من الدروس العملية: كن داعيا إلى الله عز وجل في أي لباس وفي أي زمان وفي أي مكان. اغتنم الفرص. كونوا من الدعاة إلى الله عز وجل. ماذا تقرأ في دعاء الافتتاح؟ عن هذا الدعاء أقرأه طوال العام في القنوت بعض الأوقات. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك. والقادة اجعلني من القادة. في زاوية أصلي، في زاوية أقرأ كتابا، في مكتبة أقرأ الكتب. ليس هذا من الدعاة. مو داعي عادي، من القادة إلى سبيلك. بعض الذين قاموا بهذا الموكب بهذه الهيئة هؤلاء قادة لهذا الموكب، يعني جيد، قادة بحسبهم. إذن اغتنموا في أي لباس. ذهبت الجامعة، نحن عندنا ما يسمى بالروابط الجامعية في الكوت، في بغداد، في البصرة، في النجف، في الكوفة. هؤلاء روابط. نريد أن نلقي محاضرة في المستنصرية مثلا في جامعة بغداد. الروابط يهيئون المكان، يجمعون الجماهير، يبذلون المال. هذا هدفه صحيح، يأخذ الشهادة بالأخير، ولكن يقول الجامعة ساحة عملي، ساحة التبليغ. وسبحان الله هؤلاء الروابط الجامعية من المتفوقين دراسيا، وذلك الذي يلعب ويسهو ويرقص في حفل التخرج يعمل عمل المجانين اتفاقا هؤلاء متخلفون دراسيا. المؤمن يتقن. رحم الله من عمل عملا فأتقنه. تعرفون قصة الرواية ماذا؟ إذا ذهبت الجامعة أتقن الدراسة، إذا تخرجت أتقن العمل في الدائرة. قصته البعض لا يعلم الخلفية. النبي سوى قبرا، إنسان ميت سوى القبر بيده الكريمة، يعني كان كأنه يعني يبالغ في التسوية. قالوا يا رسول الله يعني قبر بعد ومو اسمنت مسلح، رمل بعد أيام تأتي الرياح وتزيل الرمال. هنا في بال الرواية أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الآن تسوي القبر أتقنه، في الجامعة لا تتقن. المهم طبعا بالإضافة إلى السمعة الجيدة. هذا الداعي إلى الله، هذا الرابط الجامعي هو الأول في الجامعة، حتى لا يظنوا أن المؤمن متخلف، المؤمن عينه على المواكب. لا، في المدرسة كذلك. كنا في بلاد الغرب، قلت لأحدهم ارجع إلى بلاد المؤمنين، عائلة إيمانية. قلت أنت شأنك اتفاقا طبيب متخصص، قلت ارجع تنفع المؤمنين هنا. عذرهم أولادي لا يعرفون اللغة، لا يتقنون اللغة، جو غريب. التقيت به في بغداد اتفاقا هذه السنة. وتعلم هذا الولد الذي تربى في الغرب لغته أجنبية، نعم، جاء إلى أرض الوطن قال الأول على العراق امتحانات مع إعداد النهائية، الأول على العراق ودخل الطب. قلت بارك الله فيك، أنت حجة. يقولون أطفالنا لا يعرفون العربية. هذا الولد الشاهد أينما يذهب يظهر عظمة المذهب والدين. هذا الدرس من أين؟ تقول من كربلاء. نعم. يقول الذي كان جار علي، يقول جاورت عليا كذا من السنوات، ما رأيت خيال زينب.
ما رأيت شكل زينب طولها عرضها. كان يزور قبر أمه الزهراء مع علي، علي يقول أخفت السراج، أو يعني اطفئوا السراج لئلا يرى شخص زينب. هذه التربية تربية علي، وإذا بها تدخل ديوان يزيد، تخطب في الكوفة خطب زينب لا نظير لها. يقول الراوي سمعت خطبة زينب كأنه ما صدق، يقول كأن عليا خرج من القبر. هذه بلاغة علي أمير المؤمنين. الزهراء هينة، حشمتها هينة، خير المرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها الرجال، ولكن انظروا إلى خطبتها الفدكية، وضعوا ملاء شرشف بينها وبين القوم، وأجهش القوم بالبكاء أنت أن. إذا كن من الدعاة إلى الله في كل أي فرصة. هذا أيضا من الدروس المناسبة لهذه الواقعة العظيمة. نلملم الحديث، بقي درسان سريعان، أنا حضرت كذا دروس. من الدروس أيضا اجمع بين العبادة والسياسة. إذا صرت سياسيا نائبا في البرلمان، صرت عضوا في المحافظة إلى آخره، لا تقل أنا مرفوع عن العبادة. ليلة العاشر لهم دوي كدوي النحل. إمام غدا سيقاتل ويقتل، ولكن عينه على القرآن. ألم يطلب مهلة ليلة العاشوراء نصلي لربنا؟ نعم. البعض منا وهو فارغ حمامة المسجد تال القرآن أهل الليل، صار سياسيا كياسيا لا أدري، أستاذا جامعيا، نسى كل شيء في كل الحالات. وأما الليل فصافون أقدامهم، وأما في النهار فعلماء حكماء. بالليل زهاد عباد، وفي النهار علماء حكماء. تعلموا من حبيب بن مظاهر. الآن كم كان يتلو القرآن في صلاته لا أدري، هناك النقل كان يختم لعله يجزئها في ركعاته. تعرفون حبيب شيخ الأنصار كان معروفا بالعبادة والتلاوة. هذا أيضا درس اجمع بين الأمرين. وأخيرا درس الخلود والأبدية. درس الخلود والأبدية. قتلة الحسين ليخرجوا من قبورهم في قضاء من أقضية هذه المحافظة في زاوية هذا الجمع بعد 1400 سنة. حب الحسين جمعنا. ولهذا بعض الغربيين حتى في بلدنا، بعض من لا دين له، يقول ما هذا البكاء؟ شخصية قتلت قبل قرون. أنا أقول حسين، البعض يبكي. هذه حرارة في قلوب المؤمنين، كما قال النبي إن لقتل الحسين حرارة لا تبرد أبدا. هذه من الله الذي يجمع الحجاج في موسم الحج من أدغال إفريقيا لا يعلم الدين، تراه يأتي للحج. من الذي جاء به؟ فاجعل أفئدة من الناس. الحسين عليه السلام، هذه الجماهير المحتشدة أيضا أفئدة من الناس جلبتهم إلى هذه البقعة الطاهرة. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. ذهبنا اليوم لزيارة الحسين وأذن لنا. النساء كانوا هم في الحرم، واقعا منظر مبكي، يحملون سلات من الخوص كأنهم جاءوا لدفن الحسين.
واقعا قلت في قلبي يا أبا عبد الله انظروا إلى النساء كبار السن وهم يبكون على الحسين، يتشبهون بنساء بني أسد في دفن الشهداء. الحمد لله وجدنا مكانا عند المنحر هناك. واقعا تذكرت حال إمامنا زين العابدين. الأمر ليس بحاجة إلى نعي طويل، الوصف كافي. إمام ينتقل من جسد إلى جسد، من بدن إلى بدن. الإمام كيف دفن هذه الأبدان الطاهرة؟ دفن عمه عند العلقمي، دفن حبيب في موضعه، جمع الشهداء في حفيرة، جعل أخاه في مكان تحت رجل والده. هذا كله بإلهام من السماء. ولهذا قال هناك من يعينني. طلب أن يعينوه، قال هناك من يعينني. تحير في دفن والده، تحير. هذه الكلمة تبكيكم إن شاء الله، ترقق. لا لست البكاء بصوت عالي ليس بشرط، رقة القلب شرط. تحير في دفن والده. لما كلما رفع منه عضوا سقط العضو الآخر؟ لما الأبدان المقطعة؟ السلام على الجسوم الشاحبات، السلام على الأعضاء المفرقات. وأخيرا إمامنا وجد حلا، دعا بحصيرة، لأن البدن لا يحمل، البدن مقطع بالسيوف، وبعد ذلك هجوم الخيول على البدن. نادى بحصيرة، وضع بدن إمامنا على تلك الحصيرة، أنزله في ملحودته. يقولون طال خروجه من القبر، كأني بيتأسى بعمته زينب في أي شيء، كأني بيقبل على نحره، يقبل نحر والده. أبتا أما الدنيا فبعدك مظلما، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقا. طال خروجه من القبر، الميت يضع خده على التراب. هذه حيرة ثانية لإمامنا زين العابدين. هذا البدن لا رأس له، كيف يضع خده على التراب؟ خرج من القبر، اجتمعت هموم الدنيا على قلب علي بن الحسين زين العابدين. لا أدري بأي قلب وارابه في التراب، لا أدري بأي قلب سكب التراب على بدن والده. وأخيرا جلس على القبر، بلل القبر بدموع عينيه، ثم كتب على قبره: هذا قبر الحسين الذي قتلوا عطشانا. أريد أن أختم مجلسي بذكر أمي فاطمة. هناك علي آخر أيضا له هذه الحالة، عندما نفض يده من تراب قبر فاطمة هاج به الحزن. فاتح خيبر هنا بكى بكاء عاليا: يا رسول الله، لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، فأحفها السؤال واستفهمها الحال. أما حزني فسرماد، وأما ليلي
فمساد. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين على قبر فاطمة. صلى الله عليك يا مولاي علي بن الحسين يا زين العابدين على قبر أبيك الحسين. نسلم جميعا بما سلم به ولده المهدي في الزيارة الناحية. السلام على الرؤوس المشغلات. معي زر الحسين بزيارة ولده. السلام على الرؤوس المشغلات. السلام على النسوة الباكيات. السلام على الخد التريب. السلام على الشيب الخضيب. السلام على البدن السليم. السلام على النسوة الباكيات. وأخيرا نسلم عليه بما في زيارة يوم عاشور. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. رحم الله من نادى 5 مرات بشوق وتوجه وعناية 5 مرات يا حسين يا أبا عبد الله.